اللهم صل وزد وسلم وبارك على هذا رسول الله. طبعا مدام هناء مغتربة في فرنسا. كان حصل انفصال بينها وبين جوزها الأستاذ رضا، وكنت أنا من مدعمين إن هم يرجعوا لبعض، والحمد لله رجعوا لبعض. بس في حاجات ياما قوي حواليهم، دوشة ياما، رغي قيل وقال. حتى هي أعلنت صراحة، قالت ان ربنا ما بيديش كل حاجة، او بمعنى اصح ان اليوتيوب ليه مميزات وليه عيوب. من ضمنها الحسد والغيرة دمروا حياتي بسبب اليوتيوب. وهي اعلنت وقالت ان فعلا بتبقى الكاميرا فوكس اون او متسلطة على تفاصيل حياتنا، ففي ناس بيستكتروا. في ناس اول ما فتحت اليوتيوب وشافوا رضا جوزي قالوا ان ازاي ابو عينين خضرا الابيض الجميل ده يتجوزك، وقالت لها في التعليقات صراحة. والاستاذ رضا برضك كانسان محترم طلع لايف وقال يا جماعة اتقوا الله حرام عليكم، حتة انت ابيض وعينيك خضرا وهي قمحوية، الموضوع مش كده. الموضوع ان هناء اتغربت في فرنسا وشافت حاجات كتيرة. تاني حاجة برضك في قنوات تانية قالت او اتكلمت على موضوع الحسد بالنسبة لطيوبة ام البنات اديلها الحسد. وبرضك مدام هناء طلعت لايف واتكلمت على حقيقة او سبب فتور العلاقة بيني وبين جوزي. قلنا قبل كده ان الحسد بيدمر بيوت، وانا صورت قبل كده جارتي وقلت ان هي فعلا رصدانة بقالها سنين، مش طايقة الريحة ولا ريحة الريحة، بتتشفى في دمرنا واحد ورا التاني قصاد عينيها. كانت بتيجي بتقص النبض تعرف اخبارنا زي الجاسوس العميل المزدوج، وبعد كده بتروح لأم عبده اللي هي جارتنا للساحر ورشت لنا سحر. ليه؟ احنا لحد دلوقتي مش عارفين ليه. امتحان من ربنا، بس زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الحسد فعلا بيقتل الأجنة يعني. كانت في جارتنا حامل، وكانت هي من نوع الطويلة البيضة المدلعة، بتلبس حاجات على الموضة وتحط مكياج وهي حامل حتى في أواخر أيام الحمل. فسمعت الجيران يقول يا اختي يا متدلعه كده ليه، ده الواحده بتبقى حامل وماشيه مش قادره، ودي ماشيه انقاجيه مع جوزها ولبس على الموضه ومحزق وملزق. وفعلا آه، حصل حمل وولدت، وما الولد اتولد مات بعد كذا يوم من الولاده. هي دلوقتي جابت ولد تاني داخل في حوالي 4 سنين ونص ولا كده. فزي ما قلت الكلمة بتاعت جارتنا دي أثرت فيا، ومن يوميها بقول بقى معقولة الحسد بيدمر بيوت، الحسد بيسبب الطلاق. زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحسد مذكور في القرآن، وقال إن الحسد بيفلق الحجر، أو العين فلقت الحجر فعلا. ممكن تلاقي الأهالي بتاعك أهلك أو حد من قرايبك يقولك ده أنت عايش في بيت طويل عريض. الحمد لله على كل حال، بس البيت الطويل العريض ده بنبص نلاقوا فيه عمارات، بنبص نلاقوا مباني على نصيتين، بتبص تلاقي سيراميك، بتبص تلاقي ربنا يتم على عباده جراج وعربيات وسعادة. فهم باصين على ان البيت بتاعنا طويل عريض. طيب هل حد بص على النعم اللي عنده بيته؟ هو محدش بيبص. حد تاني من الاهالي تبص تلاقيه عايز الورث بتاعه، تبص تلاقيه طمعان، ما بيبصش بقى للامتحان اللي انت فيه او الابتلاء او وحدتك او المشاكل اللي انت فيها. بيبص لحد حد برضك قريبي جدا وعزيز عليا جدا، قال اللي دلوقتي اما حد بيموت لو حد ليه عند حد طوبة بيسأل عليها. واخدين بالكم؟ طوبة طوبة يعني الطوب اللي هو بيبنوا بيه. فالحسد ان يقول لك عيالك في التعليم ومكملين تعليمهم، الحسد ان يقول لك دماغك، كان يقولوا لماما الله يرحمها دماغك عامله زي الكمبيوتر، بنتك جميله عندك دورين. وهم مش باصين بقى للسرايات والعمارات والفيلات اللي حوالينا واللي في كل حته، لا باصين لنا احنا بس. عيالك دخلوا كليات، فالحمد لله. الحسد دمرنا. بتبقى انتي قاعدة، علامات الحسد والسحر عموما خنقة، زهق،
دقيقة مش طايقة نفسك تشغلي القرآن، حتى لو عندك قاعدة الحمد لله مثلا مستورة ببيتك قافلة بابك عليكي، ما انتش حاسة بحاجة لانك دايما مخنوقة. من ضمن السحر بقى تعالوا او الحسد، تعالوا نشوفوا الحسد بيوصل لأي درجة. الفيديو تعالي نشوفوه كده. زي ما انا معوداكم ان الفيديو بيبقى مدته قليلة جدا لكن جواه معاني كتيرة جدا، وهو الحسد. اما باجي يعني الجو حرر شوية الى حد ما بسيء بروق حاجة، بتصدم بوجود اثار النمل. بس كمان احنا مش في الصيف، اثار البق، اثار السوس. تعالوا هحاول اوريكم بس صورة من زاوية تانية. تعالوا نشوفوا بالنسبة للحسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم بيبديه والكريم يخفيه. يعني زي جارتنا كده لئيمة ومش هاممة حاجة، وبتروح لساحر تفك لعيالها وتعمل عمل بالمحبة، فبتبين كمية الوقفة والضغينة والحسد علني، خبث ولؤم وفجر. نفسي بس أسألها ايه الخبث ده، وليه كانت بتخلي عيالها يروحوا الدرس ويكرهونا ويطلعوا يجروا ويسيبونا ويمشوا مع جيراننا ويسيبونا؟ مش لاقية سبب. بلاش، خليكي انتي ما حبتناش او ما اتفقناش مع بعض، ليه رحتي حسدتي وسحرتي ورميتي الزهرة حوالين البيت، ورميتي السحر حوالين البيت، وفككتي كيان أسرة. جبت المرض والطلاق والخراب والخنقة والزهق في البيوت، وما انتش مكفيكي، ما زلت انا بكلمكم دلوقتي وهي واقفة تحسد. محدش طبعا شفنا ظهور النمل والحشرات والبق، ده دليل السحر وطاقة سلبية في المكان. هنا برضك اهو قد يكون النمل الذي في بيتك من الجن، وده قلت بيبقى سحر مسخر على البيت. بتروقي، بتنفضي، بتسيقي، بتاخدي بالاسباب، ترشي مثلا كلور وترشي منظفات، ترشي معطرات. الحاجات دي كلها ما بتلاقيش ليها نتيجة الا من رحم ربي او بعد اما القرف ده بيروح. طبعا وما يضل به الشيطان ابناء ادم للسحر، عشان يضل الناس، يعطونهم العلم الذي يضر ولا ينفع، ويكون ده سبب زي ما قلت التفريق بين المرء وزوجه، يعلمون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وده اللي هو السحر، التفريق أو الطلاق أو الخراب، أو يكون في مشاكل، التفريق بين الزوجين. وده الشيطان بيعد من أحسن الأنواع، اللي هو الفرقة والمشاكل والنار والطلاق والخراب بين البيوت. وقال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا حول ولا إيه. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولقد علموا لمن اشتراه ما له من الآخرة من خلاق، عشان بس ما تلخبطش. ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. سورة البقرة الآية 102، عشان خط بس صغير مش عارفة اهي. اختلف العلماء في ده، فمنهم من قال انه في سحر تخيل، يعني زي الآية اللي بتقول: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم قال لها تسعى. دي سورة طه اهي للناس اللي بتشكك في السحر. ومنهم من قال إنه حقيقة كما ورد في دلت عليه سورة البقرة، وفي فعلا سحر تخيل، وهو نوع من التخيل وبيعتمد على الحيل العلمية وخفة الحركة. دي بتبقى واضحة جدا في الفقرات بتاعة الساحر اللي احنا بتبقى موجودة في السيرك والحاجات دي. ومنه حقيقة اللي هي بتاعت يفرقون به بين المرء وزوجه. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه روي زي ما سحر اليهود الرسول عليه الصلاة والسلام. روي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رجل من بني زريق له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. وده بيبقى فعلا هو سحر تفريق وسحر تخيل وفي سحر جنون، كذا نوع يا جماعة. فالناس اللي بتشكك في السحر، وجود البق، وجود النمل، وجود السوس بكثرة اهي، كل الحاجات دي أنا فعلا عايشة فيها بحسبها خلصت، لكن زي ما قلت بتبتدي تظهر تاني على فترات. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ساحر كافر حاسد. حسبنا الله ونعم الوكيل في جارتنا مميسة وكل من سحر وحسد البيت ودمره. بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.